بداية عندنا سؤال، مين هو كابتن رضا كمونة قبل أي حاجة؟ والله بص أقول لحضرتك على حاجة. يعني أنا حد عادي 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 تحت العادي. تمام. بدأت حياتي زي أي شاب، جيت من الريف فرحان بالقاهرة وبأجواء القاهرة. دخلت كليتي وبدأت أدرس ودخلت تربية رياضية ورحت قدمت واشتغلت في النادي الأهلي. كويس. كان ليا نصيب ان انا اشتغل في النادي الاهلي واتعلم ناس كتير قوي، يعني ناس انا بحبها. وساعتها اتعرفت على ناس في مجال الغطس. اساسا رضا كمونة ده يعني متربي في مركب وبيحب الميه جدا، يعني علاقتي بالميه علاقه روحانيه. كويس. الموضوع تطور بقى من مدرب سباحه لغطاس لحاجات كتير جدا. هو ده دي البدايه ودي القصه كامله بقى. ان انا اتعرفت على اللي هو محمد امين، كان بيدي كورسات لفرق للصف ضابط. شافني وحبني وعلقاني شاطر، علمني، وبعد كده اخدت كورساتي من اتحاد الغوص على ايد كابتن نبيل الشاذلي، دي اسطوره طبعا يعني كل الناس عارفاه. ومن هنا انا يعني حبيت الغطس جدا، يعني ضحيت بحاجات كتير قوي حبا في مجال الغطس عشان خاطر ابويا الله يرحمه، لان انا صياد بنحب البحر وبنحب الميه، فطول عمري علاقتي بالميه من فوق. لكن انا طول عمري ونفسي ان انا اتعمق في الموضوع واعيش تحت الميه. انا بحب الميه، يعني انا بعشق الميه. علاقتي بالميه علاقه يعني غير اي حاجه. وهو ده بقى اللي انا تحديدا مهتم ان انا اعرف ايه اللي شد حضرتك في الميه، في الغطس عموما. ما انا زي ما قلت لك انا صياد ابا عن جدي. من الاساس. من الاساس انا متربي في مركب. تمام. وابويا الله يرحمه صياد. فانا حبي وارتباطي بالمجال هو يعني سر حب وارتباطي بابويا الله يرحمه. الغطس في دمي، الميه في دمي. انا طبعا متعين في النادي الاهلي اخصائي، ومفيش حد يتعين في النادي الاهلي موسوعه رياضيه وزي دي ويقدم استقالته. انا قدمت استقالتي عشان اتفرغ للغطس واتخصص في اللي انا بحبه واعمله بحب. تضحيه كبيره قوي دي يا كابتن علي. ضحيت والله، ضحيت. تضحيه كبيره والله ضحيت. النادي الاهلي. انا بعشق النادي الاهلي وبحب تراب النادي الاهلي، خيره عليا. تمام. لحم كتافي من خير النادي الاهلي وعلى راسي من فوق، وهفضل اقولها. والله يرحمه العمري فاروق، الف رحمه ونور عليه، سبب يعني من اسباب حبي وعشقي للنادي الاهلي. تمام.